أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة. وصفة جميلة بكمية بسيطة من الدجاج. ناخذ مكونات مع بعضنا. عندي مقدار من لحم فخذ الدجاج يكون بدون عظم، تقريبا ربع كيلو. طلعنا كمية كبيرة، وقطعتين من الخبزة والثومة وقليل من المعدنوس. نفرمهم مع بعض، وبعد ما ينفرموا بشكل جيد نضيف بهارات الدجاج والفلفل الأحمر المهروش والملح والزعتر. نطحنهم مرة تانية. نفرغ الخليط في صحن عميق، ونجهز الحشوة. عبارة عليه موزاريلا تكون مجمدة ومقطع قطع سميكة، وفلفل مدخن، وأحيانا يكون لكسب الوقت يكون جاهز. أخذيته أنا جاهز، قطعته شرائح، وقليل من الشبت أو المعدنوس. نأخذ قليل من الماء والبلاستيك الغذائي أو النايلون الغذائي، ندهنه بقليل من الماء، ونضع كمية تقريبا ملعقة كبيرة من خليط الدجاج، ونطرحها بهذا الشكل. مهم جدا أن تكون الخليط اللي طرحناه يكون رقيق، ونوزع عليه الحاشية شرائح الفلفل المدخن والمعدنوس أو الشبت وأصابع الموزاريلا اللي تكون طبعا باردة، ونلف بهذا الشكل. مهم أن الحشوة تكون مسكرة بشكل جيد من الأطراف، ونلف عليها النايلون أو البلاستيك الغذائي، ونستعين مرة بقليل من الماء، ندهن إيدينا أو أصابعنا بهذا الشكل. هذا لما بنكون نلفها، لما بنقليها في نفس الوقت. وهذه الطريقة لما بنفرزنها ونحطها في الفريز، نضغط عليها بحيث نطلع الهواء الداخل، بحيث لما بنقلوها بعد ما نطلعها من الفريز ما تنتفخش وما تتشققش. هذه مهمة جدا إن نطلعوا الهواء اللي داخل الحشو بهذا الشكل. ونكملوا بقية الكمية بنفس الطريقة، ونجيبوا الخليط. هذا خليط التغليف اللي هو خبزة مرحية وبيضتين كبار أو 3 بيضات صغار، مع رشة ملح وفلفل أحمر مهروش أو بابريكا. نخلطهم جيدا. حطيت الدجاج في الثلاجة، وبعدين طلعته يشد نفسه شوية. نخلطه أو نغمسه في خليط البيض، وبعدين في الخبزة المرحية، ونعاود نرجعه في خليط البيض اللي تبلناه بالملح والفلفل الأحمر، ومرة تانية على الخبزة المرحية، وهكذا بقية الكمية بنفس الطريقة. نحاول إن نغلفها بالبقسماط أو الخبزة المرحية بشكل كويس جدا، ونجهز زيت للقلي. الزيت يكون غزير، ونقلي القطع. أول ما تتحمر تاخذ لون ذهبي من تحت، نقلبها زي ما نشوفوا. ونجهز طبق التقديم من الوصفات السهلة والرائعة جدا، وطريقة تفرزينها نحطها في الفريز سهلة جدا وتطلع طازة ولذيذة. نحب بس نسمعكم كيف هي مقرمشة، ومن داخل الحشوة طرية وحلوة. ننصحكم تجربوها فعلا، من الوصفات التي يعني تستحق التجربة بامتياز. مقرمشة من البرة بشكل غريب. سمعتكم صوت القرمشة فعلا. وحتى لما بردت نفس الشيء مقرمشة. والجبنة عاطية مذاق غير عادي.
هذه بعد ما بردت تماما، حبيت نوريكم شكلها. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، وتقدموها مع صوص خليط من المايونيز والزبادي أو أي صوص تفضلوه. ممكن يكون صوص حار، من المقبلات الرائعة. الوصفة فعلا إدمان بصراحة، حتتعودي عليها، ومتأكدة لما تجربوها حتعجبكم، ونشوفكم في وصفة جديدة في حفظ الله.